اهلا بيكم معانا في فيلمنا النهارده. معانا ومعاكم فيلم الاكشن الكوري المقتبس عن قصه حقيقيه، ذا سوورد مان السياف، اللي تم اصداره سنه 2020 عشان لو حابب تدور عليه. وطبعا قبل ما نبدا ما تنساش لايكك الجميل، اشتراكك في القناه لو انت مش مشترك معانا عشان يوصلك كل جديد. الفيلم بيدور احداثه سنه 1623 قمريا، فمش عارف كام ميلادي الصراحه. بيقولوا لنا ان ملك دولة جوسون ساب القصر بتاعه وهرب عشان ثورة قامت عليه وكانوا عايزين يقتلوه، وكان معاه بعض الجنود والحامي الشخصي بتاعه وبنته رضيعة. بيخشوا يستخبوا في احد البيوت، وواحد من الجنود بيقول له انهم لو كملوا للصبح هيعرفوا يرجعوا القصر بمساعدة الجيش الاحتياطي. حارس الملك كان واقف في امان الله، وهوب سهم بيتحدف عليه، لكن هو بيعرف يوقفه. وساعتها الجنود بيخشوا المنطقه وكان عايز يحاربهم كلهم، لكن بيطلع من وراهم سياف وبيتكلموا شويه والقتال بيبدا بالسيوف. هوب طخ من هنا، خد يلا اشوفك بتتشقلب نو، انا اتشقلب، طب خد التعويره دي. ولما بيتعبوا شويه بيقفوا عشان ياخدوا نفسهم، وهوب المشهد يقطع وينط بينا على احد الغابات. بنلاقي واحده بتطارد ارنب وبتنجح وبتقول لابوها انها اتحسنت من الاول، وبنلاقي ان ابوها هو الحارس الملك في المشهد اللي فات. مره واحده بنلاقيه داخ شويه كده وعينيه زغللت لان نظره بيروح، فبنته بتجري عليه وبتقول له عينك تعبت تاني. لما بيرجعوا البيت بتروح وبتجيب له الدكتور عشان يكشف عليه، وبيقول له ما يتعبش نفسه كتير عشان ممكن يتعمي. وبيقول لهم في اعشاب عند الراهبه اللي في القريه، روحوا هاتوها وهي مدينه ليا فهتكرمكم. وهم بيشكروه وبياخد بعضه ويمشي. بنط بعدها للبلاط الملكي. الامبراطور كان قاعد ومعاه النواب بتوعه بيتكلموا عن اللي بيحصل في المملكه من الغزاة اللي ماسكينهم من ايديهم اللي توجعهم، وبيخطفوا الناس من بيوتهم وبيبيعوهم كعبيد، وبيطلبوا من الملك فلوس عشان يرجعوهم تاني. المشكله انهم كانوا ناس كتير وكانوا طالبين فلوس كتير، فلو الملك دفع كل فلوس الدوله هتروح. فالملك حاول يشوف حل وقال لهم هفكر في الموضوع. والراس الكبيره بتاع النواب طلب من الملك انه يسمح له يروح يقابلهم. هو وابوها بينزلوا القريه عشان يجيبوا الاعشاب. هي نادرا لما تنزل القريه لان ابوها بيرفض ينزل دايما، وكان رافض المره دي كمان عشان عايز يعيش حياته بسلام، لكن هي جرته معاها. بيتفرجوا على السوق وبتشوف الزحمه وحاجات كتير لاول مره، وبتتفرج على المحلات وبتشوف حظاظه بخلخال بتعجبها جدا. لكن في اللحظه دي بتسمع صويت، بنلاقيهم شويه جنود خطفوا واحده من جوزها عشان يبيعوها، وجوزها كان بيتحال عليهم عشان يسيبوها، وهم قالوا له شخلل، لكن ما كانش معاه اللي بيطلبوه. فضربوه قالوا له لو عايز مراتك ادينا بنتك مكانها. ساعتها نائب الغزاة بيوصل على حصانه، وجوز الست بيتحايل عليه عشان يسيب مراته، لكن بيضربه بيقول له ازاي تجرؤ انك تلمسني يا حقير. ساعتها جنود الدوله بيوصلوا عشان يشوفوا فيه ايه، ولما بيلاقوا انهم الغزاة بياخدوا بعضهم ويمشوا. سو ساعتها كانت هتزعق فيهم، لكن ابوها قال لها خلينا في حالنا. بنرجع للنائب الكبير وهو معاه السياف بتاعه عشان يقابلوا قائد الغزاة. المهم انهم قعدوا يتكلموا، في الاخر لما شاف السياف اللي مع النائب طلب منه انه يحارب السياف بتاعه. القتال بيشتغل، وقائد الغزاة تشو بيوقف القتال على طول قبل ما السياف يقتل النايب بتاعه لان مهاراته عاليه جدا. سو ابوها بيوصلوا للست اللي قال عليها الكاهن وبيحكوا لها على اللي حصل، لكن بتقول لهم ان الكاهن هو اللي مدين ليها، وكمان العشبه اللي هو طلبها دي غاليه جدا ونادره ومحتاجه واسطه عشان تجيبها. سو بتقعد تتحايل عليها، لكن ابوها بيسحبها من ايديها وبيمشي. تحسه كده راجل عايز يموت لانه ما بيضحكش وبيتكلم بصوت واطي خالص وناعم، حاجه جامده وغريبه في نفس الوقت. المهم هما ماشيين، طاي وهو ماشي بياخد باله ان تشو ونوابه جايين المكان، فبيبعد بنته عن طريقهم وبيبعد هو كمان، وبعد ما بيعدوا بياخدوا بعضهم ويمشوا. تشو كان رايح للراهبة عشان تساعده في تجارة العبيد، لكن هي رفضت بالشياكة وقامت ومشيت. تايسو وهم مروحين بيطلع لها الحظاظة اللي هي حبتها وبتفرح بيها جدا وبتلبسها، ولما بيرجعوا الجبل بيروحوا لواحدة صاحبتهم بيقعدوا معاها. في نفس اليوم بالليل كبير النواب بيطلب من الراهبة انها تلاقي لها واحدة عشان تاخد بالها من امه، لكن في السر كان عايز واحدة شبه بنته عشان يتبناها ويخليها تتنكر شبه بنته عشان لو دخل عايز يقتلها يقتل اللي مش بنته. تاني يوم نواب تشو بيروحوا للسياف وبيلاقوه بيوزع رز على الفقراء، فبيتكلموا كلام ملوش لازمه وبياخدوه على سفينه تشو. شو بيقول له انه عايزه يشتغل معاه، وبيقول له ان الجانب بتاعه هو الصح والاقوى كمان، لان السياف بيرفض، وتشو يقول له انا دايما باخد اللي انا عايزه. لما سو بتصحى بتلاقي ابوها راح مشوار وراجع، بتخش عليها الرهيبه. ساعتها بتقول لها ده يوم سعدك، انا لقيت لك شغلانه. هي بتتبسط جدا وبتروح معاه عند النايب وبيقول لها على الشغلانه، وهي بتقول له انها عايزه العشبه كمان، فبيقول لها ماشي، وهي تهيص من الفرحه وتشكره. بعد شويه بتقوم تاخد بعضها وتمشي. السياف بيوصل ساعتها ويشوفها من ورا وبيلاقي شعرها مربوط بشريط احمر، وده بيرجع له ذكريات معينه. تاي بيروح لواحد صاحبه شغال صانع سيوف، لما بيشوفه بيقول له انا ببص لشبح واختفيت مره واحده زي شبح برضه. وبيتكلموا شويه عن ان الطفله كبرت، وهنا بناخد بالنا انها مش بنته وانها بنت الملك. وتاي بعدها بياخد بعضه
بعضه ويمشي. لما بيرجع ما بيلاقيش بنته فبيروح يدور عليها. في اللحظه دي سو كانت عند الرهيبه عشان تكلمها في شويه حاجات، وبيحصل شويه دوشه وبنلاقي ان نواب تشو عاملين لبش زياده وبيعتدوا على الستات اللي في المكان. الرهيبه بتحاول تمنعهم وبيحصل قتال بين واحد منهم وحارس الرهيبه والرهيبه معاه، لكن بيضربهم هما الاثنين وما بيعرفوش يلمسوه حتى. ساعتها سو بتجيب نبله وبطوبه صغيره في وشه وبتنزل نقطه دم صغنونه قد كده، لكن بيتعصب وكان هيضربها. لكن ساعتها طيب يخش بيقول له معلش سامح بنتي عشان هي متهوره ومش عارفه هي بتعمل ايه، فبيقول له اقعد على ركبك واعتذر وانا هسامحها، وبيقعد على ركبه فعلا مع رفض سو بيعتذر. لكن ساعتها قال له انه عايز يعمل معاها حاجات مش تمام وبعد كده يرجعها. ساعتها راسهم الكبيره بياخد باله ان تاي بيعرف يحارب، فبيبعد زميله وبيبدا القتال بينهم. تاي بيدور فيهم الضرب طبعا ولا اكنهم شويه نمل. وساعتها بنشوف بقى قتاله مع السياف لما هرب مع الملك. كان سيفه له قمه مقسومه نصين، فحشر سيف خصمه فيه، لكن خصمه كان قوي شويه فضغط عليه والسيف اتكسر والشظايا طارت في وش تاي. الملك ساعتها وقف القتال وقال لهم انه هيجي معاهم، وقال لتاي انه ياخد باله من بنته، وقطع حته من لبسه الاحمر وربط بيها جرح تاي. في الليله دي تاي بيقول لسو على اللي حصل وانه مش ابوها وانها اميره. هي بتقول له مش مهم اتولدت فين ولا من مين، انت هتفضل دايما ابويا لانك اللي ربيتني واكلتني، اما بنت اصيله وطيبه بصحيح. في الليله دي النايب ورجالته بيتكلموا عن الغزاة وانهم لازم يطردوهم من البلد، وبيبعتوا رساله للملك عشان يقتلهم كلهم. السياف بيسمع الكلام ده ومش عارف ليه بيقرر انه يشتغل مع تشو. تاني يوم سو بتصحى عشان تروح شغلها الجديد وابوها كان لسه نايم، وصاحبه البيت اللي نايمين فيه بتودعها وهي بتقول لها تاخد بالها من ابوها، باي باي يا حبيبتي. طبعا لما طاي خرتق رجاله تشو راحوا له قالوا له على اللي حصل، وبعت فرقه من المغترين عشان يقتلوه هو وبنته. وهو ماشي في امان الله بيحس ان في حاجه مش تمام كده، وبيطلع عليه مره واحده شله كامله من الناس عشان تقتله، لكن بيبهدل امهم وبيقتلهم كلهم من غير ما ينزل منه نقطه عرق واحده. في نفس اليوم بالليل المغتالين بيروحوا على بيت النايب الكبير عشان يقتلوا بنته هي كمان، وساعتها سو كانت وصلت وكانوا هيقتلوها لكن بيعرفوا انها مش بنته فبياخدوا البنتين ويمشوا. في هذه الاثناء النائب الكبير بتاع شو كان عند الرهيبه عشان يقتلها وكان عامل معاها الجلاشه، لكن ساعتها طيب بيظهر عشان كان عايز يعرف بنته فين. بيحاربوا بعض وبيقتل النائب بسهوله وبيسال الرهيبه على مكان بنته وهي بتقوله انها اديتها للنائب. بيروح بيلاقيهم كلهم ميتين والنائب مش موجود، لكن بيمشي ورا واحد من رجاله تشو وبيمسكه وبيخليه يقول له على مكانهم. بيقول له ما يعرفش هم فين، لكن بيدله على مكان بيع للعبيد فيه واحد هيعرف هي فين فبيقتله ويمشي. بيروح هناك بيلاقي الحارس بيعزف واحد عشان حاول ينقذ مراته. المهم انه دخل عليهم وكان من ضمنهم الست صاحبه البيت. بيطلع المساجين اللي اتخطفوا وبيقتل كل الحراس عدا واحد عشان يوديه المكان سو. في هذه الاثناء النائب كان جمع شويه ناس عشان يحرر بنته، وراحوا لمقر شو عشان يقتلوا الكل. الجنود بتوعه طلعوا بدأ القتال، لكن رجاله شو طلعت البنادق وخرتقتهم في ظرف دقيقه. وتشو بيمشي ويسيب النواب التانيين مع نائب الملك عشان يعملوا معاه الجلاشه، وكان هيقتلوه. لكن دي اللحظه اللي بيظهر فيها تاي بيدور فيهم الضرب شويه، والجنود بتوع البنادق بيشوفوا القتال وبيعمروا البنادق لانها كانت طلقه واحده بس. هو بقى جري عليهم وقعد يخرتق فيهم، ولا كنت فاكر انه هيطلع مشهد اكشن هندي، لكن كان واقعي نوعا ما وحبيته. يقتل واحد ويتحمى في التاني من الرصاص، يقتل له اتنين ويتحمى في التالت من الرصاص لحد ما خلص عليهم كلهم، ويروح بعدها على النواب يقتلهم. لكن واحد بيعرف يهرب، وساعتها فرقه المغتالين بيظهروا وكانوا كتير جدا، وكانوا نوعا ما قتال واقعي جامد برضه. كان بيتحمى في الحيطه عشان ما يتعورش ويدافع عن ظهره، وخلص عليهم كلهم واحد واحد، لكن اصيب بجروح كتيره واغمى عليه. واحد من النواب عرف يهرب وبيرجع على تشو اللي بنلاقي فيه جرح قديم على رقبته من واحد كان مسجون عندهم عرف يهرب، والنائب بتاعه بيوصل وبيقول له ان اللي بيدور فيهم الضرب ده هو اللي هرب من السجن زمان. السياف كان قاعد بيتفرج على سوف الحبس وبيفتكر لما كان مع الملك ولقى واحد بيصارع الحياه وسط مجموعه من المغتالين وقرروا انهم ينقذوه، وده كان طاي وبقى سيف الملك بعد كده لانه كان سريع جدا. طيب بيصحى وعينه مستغميه، ولما بيشيلها بيلاقي ان نظره ضعف اكتر، والرهيبه بتخش عليه تقول له انه معرض انه يتعمي فياخد باله. بعدها بياخد طريقه لصاحبه صانع السيوف عشان ياخد منه سيف شبه بتاعه اللي اتكسر، لانه طول الوقت كان بيحارب بالسيف المكسور، وبياخد طريقه على مقر شو. لما بينزل بيلاقي السياف في وشه. السياف قال له اني بحارب عشان البلد دي واهلها، وهنا طاي قال له وسو هي بلدي. المهم انهم بيحاربوا بعض وكان قتال جامد، الاتنين اتجرحوا فيه وتشو كان بيتفرج، لكن السياف بيخسر وطاي بيرفض يقتله، لكن تشو بيقول له ان اللي بيخسر لازم يموت وبيقتله هو. ساعتها تشو بياخد طاي وبيقول له لو انا خسرت هسيبك تمشي انت وبنتك، ولو انت خسرت هقتلها. والعبده اللي ما كانتش طايقاها من اول الفيلم بتجيب سو وهي متكلبشه وبتهددها بسكينه عشان طاي يحارب. القتال بيبدا وتشو بيضحك نفس الضحكه السخيفه بتاعته، وكان واضح انه متفوق شويه في الاول، لكن طاي بيستجمع قواه
خصوصا لما وقع على الارض كذا مره، ولما العبد حطت سكين على رقبه سو عشان تهدده فانتهز الفرصه في القتال وقطع رقبتها وماتت، وانا كنت مبسوط قوي الحقيقه، يلعن ابو شكلك. المهم في الاخر بيعرف يقتل شو، والجنود كانوا هيقتلوه لكن القائد بتاعهم بيمنعهم عشان هو كسب بالعدل، وسو بتجري على ابوها اللي كان يعتبر اتعمى خلاص، واخر حاجه بيشوفها كانت صورتها، وقال لها يلا نروح البيت يا بنتي. بنشوف المشهد الاخير تاي وسو هم رايحين القريه تاني يتسوقوا وهم مبسوطين، وساعتها تتر النهايه بيظهر، وبكده يكون في منا النهارده خلص، ونشوفكم على خير الفيلم الجاي. سلام.